مساء الخير. انا عندي بنت عندها 15 سنه، هاديه جدا والكل بيشهد باخلاقها وحسن تصرفاتها معايا ومع الجميع. شاطره جدا في المدرسه، لكن مشكلتي وكارثتي اني عرفت انها بتكلم ولد في ثانوي شات وكلام خارج، وبعتت له صور عريانه كمان وقابلته. هي اللي قالت لي لما سالتها، وطبعا موتها من الضرب. الشات والكلام اللي شفته كنت هموت والله. اعمل ايه؟ هي ممكن لا قدر الله تعمل حاجه حرام وغلط وتودي نفسها في داهيه. الواد حتى في الشات ملحقش يتحايل عليها، كل حاجه موافقه عليها ايا كانت. اعمل ايه؟ دلوني. الامهات الكبيره اتصرف ازاي وازاي اغلي نفسها عندها، وخصوصا الولد من ضمن الكلام بيقول لها ويعلمها ازاي ترد على اي سؤال مني بثقه عشان ما اقفشهاش في الكلام او اشك في اي حاجه. وهي كمان بتقول له اني بقول لها اني مفيش حاجه بتستخبى، وتقول له ما انا بخبي اهو، وكتير وحكايات وتفاصيل البيت ويومها واي موقف حصل مخليها تكلم صاحبه شات وقال ايه مقلب عشان هو يذله. اعمل ايه؟ هموت من التفكير. دلوني ازاي اخليها تبعد عن السكه دي وما تبقاش رخيصه كده يا جماعه، وسهل تغلط وتكذب وسهل تفرط في روحها. دي كان جزء من الحكايه، كان المفروض تنزل من بدري شويه بس الاسباب اتعطلت في نزولها. فبعديها مامتها بعتت لي رساله تاني بعد ما اتكلمنا مع بعض. انا عايزه اقولك على موقف حصل تاني. بنتي نفس الولد بعت مع زميلتها هديه لعيد ميلادها وجت ورتها لي. طبعا انا فرحت من جوايا انها قالت لي انها منه، كان ممكن تقول من اي صاحبه وكنت هصدق، بس طبعا متضايقه اني قبلت، ولو رفضت كانت هترجع تخبي تاني. اعمل ايه عشان اعرف اجمع بين الصديقه والام؟ انا احترت. ودي القصه، وللاسف الوضع ده واقع فيه امهات كتير جدا في الجيل ده. للاسف السيطره بقت على المواضيع دي بقت صعبه، مش سهله ابدا. الامهات في زماننا بيخوضوا تحديات كبيره، لاني زي ما قلت قبل كده في فيديو عن مشاكل عن المراهقه، امهات هذا الجيل دلوقتي، الامهات دلوقتي اللي عندهم بنات وولاد في سن المراهقه هم من الجيل القديم اللي كانت المواقف دي ابعد عن خيالهم، وعقبال ما ابتدوا يوعوا على حاجات هم مش عارفين ينفذوها. في فجوه كبيره قوي ما بين الجيل السابق اللي بيربي اولاد دلوقتي في اعماره في سن المراهقه، وعمل معادله ما بين ان انا اكون ام او اب وما بين اكون صديق او صديقه بقى صعبه جدا، لان الاولاد في هذا السن بيميلوا ان يسمعوا اي حد الا كلام ابوهم وامهم، وخصوصا لما فيش حلقه تواصل كبيره من زمان. لو ما عرفناش نرسخ من سن صغير قوي حته الصداقه دي والصحوبيه، وان كل حاجه تبقى قبل المناقشه. يعني البنت ولا الولد اللي دلوقتي في سن 15 16 سنه وكان مفروض من 7 8 سنين يتعمل معاهم بعض الحاجات كده علشان مراهقتهم تعدي بسلام، ده ما حصلش. هنا في زمن زي زماننا ده وتحصل فيه مشاكل بقى من هذا النوع. هي في انتظار ارائكم، وانا حابه اسمع الستات بتعمل ايه في حالات زي دي. لكن طبعا العنف الجسدي والنفسي من قبله مع البنات والولاد في السن ده مرفوض تماما. بالعكس ده بيكبر الكارثه وبيزودها. يعني البنت لما حكيت لها المره الاخيره ان ده حصل وان الولد جاب لها هديه، انا قلت لها كويس انها جت قالت لك، ما خبتش عليكي، دي نقطه ايجابيه. طب والسلبي انها عندها 15 سنه دلوقتي، والولد اللي هي تعرفه ده اللي اكبر منها مثلا سنتين 3 ممكن يستغلها باي شكل، لانه ممكن يستغلها بشكل جنسي. انا بنصحها انها تصاحبها على قدر الامكان، لان الموضوع لو مشي بالنهي والامر واني هعمل فيكي وهسوي، ده مش هيحصل. هتعمل كل حاجه من ورا ظهرها. فانا انصحها بالهدوء، حاول تصاحبها على قد ما تقدر، تفهمها انها ما عندهاش مشكله لانها هتحب وتتحب، واللي هيقول كلام غير ده هيبقى مش عايش في عصرنا وبيضحك على نفسه. اللي هيقول لي ان عنده عيال في السن 15 16 سنه دلوقتي ما بيحبوش وما بيتحبوش وكلام من ده، هيبقى هو عايش في الدنيا تانية خالص غير اللي احنا عايشين فيها. نصحتها وانصحها انها تمام تفهمها ان هي من حقها تحب، ولكن السن هو اللي مش وقته، وانها دلوقتي ما تقدرش تختار، وان الشخص اللي هي معاه ده ممكن يستغلها أسوأ استغلال ويشهر بيها لانه اكيد مش بيحبها، هو بس بيتسلى، وانه مراهق زيها زيه ما يقدرش ياخد قرار، وان العلاقه دي ملهاش مستقبل. كلموا اولادكم بالمنطق، اقنعوهم بالمنطق. بالامر والنهي مش هينفع، مش هتمشي. احنا في ايام سودة والايام دي صعبه، كل شيء متاح. اما كنتوش اصحاب لاولادكم مش تعرفوا تمنعوا عنهم اي مصيبه او اي كارثه. لازم ابنك او بنتك يثقوا فيك عشان يسمعوا كلامك، يسمعوه عن اقتناع. بالامر والنهي مش هتمشي. هي في انتظار ارائكم، وانا ارجوكم اللي عنده نقط ايجابيه، كلام ايجابي، كلام حديث مش كلام قديم اضربيها بالشبشب وقطعي شعرها ومش عارفه اعملي فيها. الكلام ده غير مقبول بالمره. الكلام ده ما بيربيش ولاد ولا بنات، ده بيربي مشاكل نفسيه وعقد قد كده. لان سهل جدا انها تضرب بنتها علقه موت وتمنعها عن الحاجه والبنت تسكت شهر ولا 2 وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه، لكن المره الجايه هتكون حريصه قوي انها تخبي. مش عايزه اقول لكم ان انا بتجيلي رسائل من بنات عندهم 12 13 14 15 سنه بيحبوا، بيسالوني يعملوا ايه في العلاقه اللي هم فيها 12 13 14 15 سنه. واللي بلاحظه من كلامهم ان في فجوه في البيت كبيره ما بين الام وبنتها، وان الام ما بتحكيش ابدا وهي اله الرعب في البيت، ما بتتكلمش غير بالشبشب وبشد الشعر وبالشتيمه. فبالتالي زي ما البنت مثلا
تبعته وتسالني هتسال اي حد تاني، وممكن الحد ده يقول لها كلام غلط. انا مثلا في الحاله دي لما بتجيلي بنت عندها 12 13 14 سنه تقول لي انا بحب وانا واصل حبيبي واحنا بنموت في بعض، احنا بنحب بعض بقالنا 3 سنين، يعني هي عندها 10 سنين مثلا، بقعد اشرح بهدوء وبالراحه ان ده مش وقته وان ده مش سنه وان الحب ده مش حقيقي، دي مشاعر مراهقه. كلموا مع اولادكم كده، فهموهم ايه هي المشاعر اللي بتجيلهم في المراهقه، ايه التغيرات اللي بتحصل في جسمهم، عشان كده بيحسوا بالمشاعر دي، وان المشاعر دي لو طوعوها هتوصل بيهم في سكه هم مش حابينها، هيندموا عليها لما يكبروا. بالاقناع يقنعوهم ان ده مش حب، ان ده مجرد اعجاب او هرمونات في جسمهم بتتغير، فبيتغير معاهم عواطفهم وسلوكياتهم، وان اللي قدامهم ممكن يستغلهم ويستغل ده، وان الافضل هو الانتظار للسن المناسب. صاحبوا ولادكم، صاحبوهم. اللي مش قادر يصاحب ولاده ما يخلفش في الزمن ده، كل مدى اللي جاي اسوأ واصعب، ومش هيبقى ليك سلطه كبيره قوي على ابنك او بنتك اصلا، فعشان كده صاحبوهم افضل. هي في انتظار ارائكم اللي اتمنى تكون ايجابيه، اللي عنده حل ايجابي. انا برفض اي كومنت في اي تعنيف للبنت او اهانه او خلافه، لان ده مش حل ابدا. في النهايه كانت معكم في بي انور سيناريستيه، ويومكم سعيد.